دايما في النيو يير بيبقى فيه تجمعات عائلية وأصدقاء وأصحاب والناس القريبين مننا، بس للأسف إحنا ساعات كتير بنحاول نتجنبها، وحتى في اللقاءات الأسبوعية مع الأهل، لأن دايما من تحت لتحت كده بيبقى فيه بعض التعليقات اللي إحنا بناخدها يا إما بحساسية زيادة، يا إما فعلا بتبقى انتقادات ملهاش أي أساس من الصحة، أو دي حاجة شخصية بالنسبة لك. طب نعمل إيه في الموضوع ده؟ هل ما نقعدش مع أهلنا؟ هل نتجنب التجمعات؟ هل ما نخرجش؟ هل ما نتبسطش؟ أكيد لأ، ربنا خلقك بني آدم حُر، عندك إدراك وعندك عقل. تعالَ نعمل حاجة بسيطة كده، نعمل حاجة اسمها فلترة. يعني إيه فلترة؟ زي الفلتر بتاع المَيّة كده، ناخد منه الحاجة الكويسة والحاجة اللي مش كويسة ما تأثّرش فينا حتى ولا بقدر قليل من السلب. فبُص لمصدر التعليق اللي بيتقال لك، والله هل هو حقيقي؟ هل مصدر موثوق فيه والّا مجرد كلام بيتقال؟ لو هو حقيقي خُدها كده ما بينك وبين نفسك، شوف أنت بحريتك هتطوّرها إزاي. إنما لو كلام عام ومصدر غير موثوق فيه، مش فاهم هو بيقول إيه، أنا باقول لك وأنت قاعد كإنك مش سامع حاجة خالص، وصِرّ أكتر إن أنت تتبسط بالقعدة دي، وما تخلّيش أي حاجة تعكّر عليك سعادتك في السنة الجديدة.